سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا اسمي شيماء، صيدلانية وسبت شغلي علشان أتفرغ لبيتي وأولادي التلاتة. هدفي من القناة هو إن أنا أسيب أثر طيب في نفوسكم، لعلي أنفعكم بكلمة أو بنصيحة أو بتجربة شخصية مريت بيها واستفدت منها، أو بريفيوهات عن أجهزة جبتها في بيتي ونفعتني، أو بوصفات لأكلات جربتها كتير لحد ما وصلت للوصفة المظبوطة ليها وحبيت إن انتوا تستفيدوا منها معايا. وفي كل فيديو هنناقش موضوع مهم موجود في مجتمعنا، لعلنا نقدر نصلحه أو نغير منه أو ناخد بالنا منه مع أولادنا ومع نفسنا. أهلا بيكم في قناتي. في الفيديو الرابع من روتين الأجازات مليان حكايات. قبل ما أدخل في موضوع الفيديو بفكركم ونفسي بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام في بيوتكم، وكمان عمل رياضة خفيفة الصبح زي المشي. حاولي تتمشي في أي مكان قريب من بيتك، أو لو عندك القدرة إن انت تجيبي تريدميل عندك في البيت، امشي نص ساعة الصبح أول ما تصحي. وبنصحك دايما في الأجازة إنك تصحي قبل أولادك ب1.5 ساعة، بجد هيوفر عليكي وقت كبير جدا بقية النهار، لانك هتبقي صاحية منظمة انتي هتعملي ايه وهتطبخي ايه وهتروقي الشقة شوية. فلما يصحوا وتبتدي لستة الطلبات بتاعتهم هتستقبليها بأعصاب هادية، مش هيكون في عصبية، مش هيكون في نرفزة، البيت هيبقى هادي وجميل. وجربوا بجد تصحوا قبل أولادكم ب1 ساعة أو ب1.5 ساعة على الأقل. متأكدة إن الموضوع اللي أنا هكلمكم فيه النهاردة موجود في بيوت 95% من اللي بيسمعوني دلوقتي، وهو إن ولادنا كلهم بقى عاملين زي الخفافيش، بيناموا طول النهار وبيصحوا طول الليل. طول النهار صاحيين يدوب على ميعاد التمارين، أو صاحيين على العصر، مزاجهم وحش، عصبيين، مش مركزين، بيصحوا على التابلت وعلى الموبايل أو على التلفزيون. وانتوا كمان أعصابكم بتبقى تعبانة من النظام المقلوب ده في بيوتكم، ومحدش بجد مقدر خطورة الوضع ده صحيا ونفسيا علينا وعليهم. لو احنا بدأنا الكلام عن النظام الكون ليه ربنا الخالق البارئ خلق الكون وليه نظام، وخلق للإنسان نظام يعيش عليه. أول ما الإنسان بيطلع بره دايرة النظام اللي ربنا حطوله بيحصل له مشاكل كتير، غير المشاكل النفسية هي مشاكل كمان صحية. لو احنا جينا نشوف آيات القرآن المتعلقة بالنوم وبالنهار أو السعي أو وقت النشاط، هنلاقي مثلا في سورة النبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكمان في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني هنا هنلاقي كل الآيات القرآنية بتقر إن النوم يكون بالليل والسعي والنشاط يكون بالنهار. طيب لو جينا بقى نتناول الموضوع بشكل طبي، نشوف تأثير نومنا بالنهار وصحياننا بالليل على جسمنا بشكل طبي. لازم نكون عارفين حاجتين. المعلومات دي أنا ببسطها لكم على قد ما أقدر، مش هتلاقوا مش هقول لكم مصطلحات طبية صعبة عليكم، ولو قلت حاجة منها أنا هحاول أفسرها على قد ما أقدر. عايزين نشوف إن الجسم، أو نقول إن الجسم بيفرز نوعين من الهرمونات، هرمونات بتتفرز وقت النهار أو وقت ما الإنسان بيتعرض للضوء أو وقت ما بيتعرض للشمس، وهرمونات ليلية الجسم بيفرزها أو بيحصل تحفيز لإنتاجها لما بنطفي النور ولما الضلمة بتيجي والنور بيبتدي يختفي. علشان كده مهم جدا تعودوا أولادكم إن هم يناموا في الضلمة، ولو هيناموا في مكان فيه ضوء تكون لمبة سهاري خفيفة جدا، لأن
الموضوع متعلق بالعصب البصري، بيبقى حساس للضوء فبيأثر على إفراز الهرمونات اللي المفروض الجسم يطلعها بالليل. طيب نتكلم الأول على هرمونات النهار أو الهرمونات اللي بتطلع وقت ما الشمس بتشرق. أول هرمون عندنا وأهمهم هو هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون هرمون مهم جدا، الجسم بيفرزه، بيبدأ في إفرازه من الساعة 3 أو الساعة 4 الفجر لحد الساعة 8 أو 9 الصبح. دوت الطب بتاعه أو أعلى كمية بيفضل الجسم يفرزها لحد الوقت ده، وبيفضل يفرزها طول اليوم، وبعد كده بيبتدي يقل إفرازه مع دخول وقت المغرب أو مع وقت العشاء وبداية الليل، دخول الليل علينا بيقل إفراز هرمون الكورتيزون. طيب ليه ربنا خلق في أجسامنا إن الهرمون دوت يتفرز بالنهار؟ هرمون الكورتيزون بيأهل الجسم لحالة الجهد اللي هيبذله والنشاط والسعي اللي هيسعاه الناس اللي بتروح شغلها والناس اللي بتسعى على رزقها والأطفال اللي بيروحوا مدارسهم. كمان هرمون الكورتيزون ليه مفعول جميل جدا إن هو مضاد للالتهاب. هقول لكم على حاجة بسيطة قوي، كلنا بنلاحظ ان احنا لما بنعمل مجهود كبير طول النهار يمكن ما بنحسش بالتعب غير لما بننام على السرير كده ونمدد. حتى في كلمة مشهورة كده، انا اول ما جه عليا الليل التعب حل عليا، بنقول جملة التعب حل عليا. دوت ليه؟ لان هرمون الكورتيزون اللي هو مضاد للالتهاب قل انتاجه مع دخول الليل، وبالتالي حسينا بالتعب، ابتدينا نحس بالتعب. حاجة كمان مهمة جدا 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 في الناس اللي بتنام طول النهار وبتصحى طول الليل، ان هم كده كده من الواضح طبعا ان هم ما بيتعرضوش للشمس. عدم التعرض للشمس يعني نقص فيتامين دي ونقص فيتامين د. نقص فيتامين د اللي السوشيال ميديا كلها بقالها كام سنة بتتكلم فيه، واللي بان ان حاجات كتيرة قوي من اللي بنحس بيها طلعت بسبب نقص الفيتامين الضعيف الصغنن ده اللي بنحتاج منه كميات قليلة، او حله بسيط قوي ان انت تتعرض للشمس. فيتامين دي لما بيقل بقى انت بتتعرضش للشمس، انت نايم طول النهار، هتشوف الشمس فين؟ لما بيقل تعرضنا للشمس بينقص فيتامين دي، بيبتدي بقى الأعراض نقص فيتامين دي تبان علينا، زي أعراض الاكتئاب. هتلاقي ان انت حاسس ان انت مخنوق وانت مش عارف ليه. هتحس بخمول او بوهن او بتعب في جسمك. كمان هيسبب مع الوقت ضعف في العظم. فبجد دي من أهم حاجتين خطيرين جدا من نومنا بالنهار وصحياننا بالليل. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الهرمونات الليلية أو هرمونات اللي الجسم بيفرزها لما الضلمة بتيجي أو بيكون موجود في مكان فيه ضلمة. علشان كده بقول لكم مهم قوي، انتوا عايزين ولادكم يناموا لازم تطفوا النور، لازم تاخدوا منهم التابلت، لازم تاخدوا منهم الموبايل، لازم تطفوا التلفزيون، لازم تطفوا اي صوت فيه ضوضاء او فيه وش حواليهم. تحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تمنعوا كل الحاجات دي وتعيدوا تنظيم يومهم من اول وجديد. الهرمونات الليلية اهمها هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين الهرمون دوت بيتفرز في المخ من غدة اسمها الغدة الصنوبرية. طب الهرمون ده دوره ايه في النوم؟ هو اللي مسؤول عن النوم. يعني لما تجيب سيرة النوم او اضطرابات النوم يبقى هنجيب سيرة هرمون الميلاتونين. الهرمون ده مسؤول عن انه يقلل الضغط الشرياني في الجسم، كمان مسؤول عن انه بيقلل درجة حرارة الجسم. عشان كده دايما بتلاقوا اللي بيبقى نايم بيسقع، يعني ممكن لو حد نام كده يقولك ده ساقع وهو نايم، لان الميلاتونين بيقلل درجة حرارة الجسم، كمان بيقلل مستويات الطاقة اللي موجودة في الجسم. بالتالي لما الحاجات دي كلها بتحصل، الميلاتونين هو ده تأثيره على الجسم، احنا بندخل في مرحلة النوم.
اللي احنا بقى مش مدركينه ان الغدة الصنوبرية اللي بتطلع هرمون الميلاتونين اللي مسؤول عن انه يدخلنا في مرحلة النوم مربوطة بالعصب البصري. يعني طول ما عينك شايفة الضوء، قاعد بقى على موبايل، قاعد على تابلت، قاعد على تلفزيون، قاعد في مكان الإضاءة فيه عالية، الميلاتونين مش هيتفرز من الغدة الصنوبرية، فبالتالي انت هتحس دايما ان انت مش عايز تنام، فبالتالي هتسهر اكتر. علشان كده بقول لكم مهم قوي تحددوا ميعاد لنوم اولادكم وتعملوه قانون كده في البيت، ان النوم مثلا في الاجازة اقصى حاجة الساعة 10 او الساعة 11، لكن مش بعد كده. نحط قانون في البيت، نطفي الانوار كلها، نسحب الاجهزة كلها من اولادنا ونقول لهم ده وقت النوم. طيب، مهم قوي قوي بقى بالنسبة للأطفال الصغيرين سن 4 سنين و5 سنين. أرجوك يا جماعة بجد الولاد داخلين في كارثة. طول الأجازة الولاد دي اللي بيسهروا مع الكبار السهرانين ويناموا طول النهار، هرمون مهم جدا ما بيتفرس غير والأطفال دي نايمة، وبرضو في إضاءة تكون بسيطة جدا، يعني لو لمبة سهاري كده بس حاجة بسيطة قوي، أو في الضلمة لو تقدروا، لو ولادكم فعلا مش بيخافوا او انتوا معودينهم على الضلمه فده افضل طبعا. هو هرمون النمو او الجروث هرمون. هتلاحظي بعد فتره ابنك عنده ضعف في التركيز، ابنك البنيه الجسديه بتاعته قليله، مش بينمو بشكل كويس. هيبقى باباه مثلا طويل وعريض ومامته نفس القصه، وتلاقي الطفل صغنن خالص ومش بيكبر بمعدل النمو الطبيعي، نتيجه ان هرمون النمو مش بيتفرز في مخه بشكل كافي، نتيجة انه بيسهر طول الليل وبينام طول النهار. وكمان فوق كده هتلاقي الطفل مزاجه وحش على طول، بيتعصب بسرعة، بيعيط كتير وزهقان على طول. إذا كنا إحنا الكبار لما بنقلب يومنا بننام بالنهار وبنصحى طول الليل بيبقى فعلا مزاجنا وحش، ما بالكم بقى الأطفال. طيب، في اوقات كده علينا عدت على البنات كلها اللي ربنا رزقهم باطفال، الفتره الاولانيه لما البيبي اول 3 شهور ما بيكونش لسه انتظم في النوم، لاحظتي ان بيطلع لك هالات سودا، لاحظتي ان انتي تركيزك بيبقى قليل جدا وبتنسي بسرعه، يعني حاجات كتيره قوي ممكن زوجك يقولك عليها وتنسيها، او حد يقولك على اي حاجه وتنسيها. لاحظت ان انتي دايما بتحسي ان جسمك تعبان وهمدان، لاحظت ان انتي طول الوقت بتبقي عصبية ومتوترة. هو مش اكتئاب ما بعد الولادة وبس، لا ده كمان علشان بتصحي طول الليل وبتنامي نوم متقطع وبتنامي بالنهار. ده برضو من الحاجات اللي بتنتج عن ان احنا بننام بالنهار وبنصحى طول الليل. الهالات السوداء، الوش الشاحب، البهتان. مهم جدا نرجع ننظم يومنا من اول وجديد علشان ما يحصلش حاجة، ما يحصلش خلل في السيركاديان ريزم. ايه هي السيركاديان ريزم؟ اللي هي دورة تنظيم الوظائف الحيوية اللي في الجسم، اللي بتستجيب للنور وللضلمة. يعني ربنا خلق لنا آية النهار وآية الليل علشان تنظم لنا السيركاديان ريزم أو العمليات البيولوجية الطبيعية اللي بتحصل في جسمنا، ومرتبطة بظهور الشمس ومرتبطة بغروب الشمس. أحب أفكركم كمان قبل نهاية الفيديو بقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكلنا عارفين ولينا تجارب عملية في اليوم اللي بنبدأ فيه بدري من الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح، فعلا بننجز فيه حاجات كتيرة قوي، أكتر حتى من اللي احنا كنا مخططين ليها. وبالنسبة لي أنا ليا تجربة عملية في موضوع البكور، أو إن أنا أبدأ يومي من بدري قوي. أنا في الثانوية العامة كنت دايما بحب أذاكر من بعد صلاة الفجر على طول لحد الساعة 8 الصبح أو الساعة 9. ده كان وقت الذروة بالنسبة لي في المذاكرة. بقيت اليوم بقى بيبقى مراجعة أو حل أسئلة أو حل امتحانات.
وبجد في الوقت دوت أنا ما كنتش يعني الجزء اللي كنت بذاكره من بعد صلاة الفجر لحد الساعة 8 أو 9 الصبح بجد ما كنتش بحتاج أراجعه أبدا. كان بيتاخد في مخي كده زي السكانر بالظبط، يعني كان بيطبع في مخي، بفتكر حتى شكل الصفحة والكلام اللي كان مكتوب فيها من كتر ما المعلومات ثبتت في مخي. فبجد حاولوا كمان تعودوا أولادكم على الطريقة دي في المذاكرة، إن هم يذاكروا من بعد صلاة الفجر على طول، وإن شاء الله ربنا يوفقهم. وبالنسبة لكم انتوا كمان حاولوا تبدأوا يومكم بدري، تخلصوا كل الحاجات المهمة اللي وراكم الصبح بدري قوي، هتلاقوا اليوم معاكم طويل. ومفيش مانع طبعا لو حبيتي تاخدي مثلا وقت قيلولة، تنامي الظهر مثلا من بعد صلاة الظهر تنامي ساعة أو تريحي شوية علشان تقدري تكملي يومك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب عيد سعيد عليكم، وأتمنى يكون الفيديو فعلا أفادكم. وحاولوا تحطوا رولز وقوانين مهمة في البيت بالنسبة لمواعيد النوم ومواعيد الصحيان. ما تسيبوش الموضوع كده للأولاد، لأن احنا لو سبناهم فعلا الموضوع بيفلت من بين ايدينا جدا، وهتلاقي البيت كله متوتر والبيت كله عصبي وناس ما بتشوفش بعضها اصلا، يعني كل واحد منفصل في حياته عن التاني تماما. وبابا اللي بيروح الشغل وبيجي ده غالبا انتوا مش هتشوفوه او مش هتقعدوا معاه، لان انتوا نايمين طول النهار وصاحيين طول الليل، الوقت اللي هو بيبقى نايم فيه والوقت التاني بيبقى موجود فيه في الشغل. فحاولوا ترجعوا تنظموا يومهم تاني كمان علشان صحتهم، وربنا يحفظهم جميعا ويبارك فيهم ويحفظكم ويبارك فيكم. وما تنسوش موضوع التعرض للشمس. النهاردة ما عملناش اكتيفيتي علشان العيد، بس عايزاكم تحضروا للفيديو اللي جاي الحاجات اللي هنعمل بيها الاكتيفيتي. جمعوا طوب وهاتوا الوان اكريليك علشان هنعمل بيه نشاط جميل جدا هيفرح الاولاد. يا رب يومكم سعيد ومليان هاي دوز من السيروتونين هرمون السعادة. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا سبسكرايب في القناة. مع السلامة.